السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا هنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل وبسيط. هنقول لك على كل افكاره وتركاته، وما تقلقش عشان هنكلمك بالهجايا. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعب ده، كلمونا بالهجايا. كويس. الاختلافات بين الرجاله والستات واللي دايما نضمنها وعاملينها شماعه بنعلق عليها خلافاتنا، رغم ان مش دي الحقيقه خالص. الحقيقه ان الاختلاف بين الراجل والست هو سبب في الارتباط القوي اللي ما بينهم، وده اللي هنعرفه النهارده من خلال كتابنا رجال من المريخ ونساء من الزهرة للكاتب الأمريكي جون جراي، واحد من أهم الكتب اللي بتتكلم عن طبيعة الراجل المختلفة تماما عن طبيعة الست، وإيه هي الخلافات الأزلية اللي ما بينهم وإزاي نقدر نحلها. فيا ريت تتابعونا. بيقول لك يا سيدي إن الرجالة كانوا عايشين على كوكب المريخ والستات كانوا عايشين على كوكب الزهرة، لحد ما في يوم من الأيام الرجالة اللي على كوكب المريخ دخلوا في نوبة اكتئاب. لا مش احنا، مكناش لسه نعرفهم، هم مكتئبين اهو من يوم. وكان من عادة أهل المريخ إن الواحد من دول لما يتواجهوا مشكلة أو يحس بضغط أو اكتئاب بيروح ينقله كهف حلو ومسمسم كده وينعزل فيه لحد ما يروق أو يلاقي حل لمشكلته. في يوم من الأيام وفي ليلة أقل جمالا من ليلاتنا هذه، واحد من الرجالة اللي في كوكب المريخ وهو منعزل في كهفه قرر إن هو يطلع يتأمل شوية في الفضاء. أخذ المنظار المكبر وطلع يتأمل في الفضاء، وهو بيبص يمين وبيبص شمال لمح إيه؟ كائنات جميلة ولطيفة ومبهجة عايشة على كوكب الزهر. مين الكائنات دي؟ الستات طبعا. قوم يسكت؟ لا طبعا. جري ينده كل أصحابه اللي في الكوخ اللي حواليه عشان يوريهم الكائن اللي هو اكتشفه على كوكب الزهرة. وزي ما احنا عارفين إن الرجالة بتنجذب لأي كائن فيه روح، علشان كده كلهم حسوا بانجذاب شديد ناحية الكائن اللي على كوكب الزهرة ووقعوا في حبهم. قوم ايه؟ قرروا ان هما يوصلوا لكوكب الزهرة. قوم ايه؟ حددوا الوسيلة وهي سفن الفضاء اللي صنعوها عشان يوصلوا بيها. قوم ايه؟ وصلوا بالفعل لكوكب الزهرة، وهناك لقوا مفاجأة. ايه هي المفاجأة؟ لقوا ان الزهريات هما كمان كانوا في انتظارهم. ايه ده؟ وهم عرفوا منين ان هما جايين؟ ما انا فوتكوا في الكلام. الستات على كوكب الزهرة هما كمان كانوا حاسين بالوحدة وتعبوا من تحمل المسؤولية لوحدهم، لأن كل واحدة من الزهريات مسؤولة عن نفسها وعن غيرها. لحد ما في يوم من الأيام واحدة من الزهريات وهي نايمة شافت في منامها إن في كائنات قوية وشجاعة ونبيلة هتوصل لكوكبهم. الكائنات ديت هترعاهم وهتساندهم وهتشاركهم مسؤولياتهم وهتدعمهم ماديا ومعنويا. يا بلاش والله. طيب، فضلوا قاعدين مستنيين حلمهم ده يتحقق لحد ما اتحقق بالفعل، ووصلوا الفوارس اللي هيشاركوهم حياتهم ويخلصوهم من كل متاعبهم. ها، عرفنا بقى ايه اول فرق بين الرجاله والستات؟ اقول لك يا سيدي. الرجاله شافوا الستات فعلا على كوكب الزهره، ودي حقيقه. قام حددوا هدفهم اللي هو الوصول لكوكب الزهره، وحددوا الوسيله وهي سفن الفضاء اللي هيوصلوا بيها، اللي صنعوها وانجزوا عملهم بالفعل ووصلوا فعلا لكوكب الزهره. اما الستات شافوا حلم صدقوه وعاشوا يستنوا حلمهم ده ان هو يتحقق. وده الفرق بين الستات والرجاله. الرجاله بيؤمنوا بالحقائق والمعلومات والاشياء الحسيه الملموسه، اما الست بتؤمن بمشاعرها وباحاسيسها وبتصدقها جدا. وده الحدس او الحاسه السادسه اللي عند الستات اللي عمركم يا رجاله ما هتقدروا تعرفوها. الراجل عشان يتحرك لازم يكون عنده معلومات واهداف وحقائق، انما الست اللي بتحركها مشاعرها واحاسيسها فقط. عاش الرجالة والستات على كوكب الزهرة في سعادة وانسجام تام رغم الاختلافات اللي ما بينهم، لأن كل واحد فيهم كان بيلاقي في اختلاف التاني عنه الحاجة اللي ناقصاه واللي محتاج يكملها، لحد ما قرروا إن هما ينزلوا يعيشوا على كوكب الأرض. وللأسف أول ما وصلوا لسطح الأرض نسيوا كل الاختلافات اللي ما بينهم، وكل واحد بقى يطالب التاني إن هو يبقى شبهه وزيه، وده اللي مستحيل لأن كل واحد فيهم من عالم مختلف عن الآخر. طب إيه هي الاختلافات اللي بين الرجالة والستات؟ أقول لك يا سيدي. أول اختلاف بين الرجالة والستات هو القوة مقابل الجمال. الرجالة ربنا ميزهم بالقوة، فكل حاجة في حياتهم بتدور حوالين مفهوم القوة، القدرة، الكفاءة، السرعة، الإنجاز. أما الست ربنا ميزها بالجمال، عشان كده الست كائن جميل لطيف كله مشاعر وأحاسيس. الرجالة بيلبسوا ملابس تظهر قوتهم وكفاءتهم، يعني الراجل من دول لو هو مثلا رياضي هتلاقيه بيلبس ملابس تبين عضلاته، انما لو هو مثلا عنده سلطة او عنده منصب هتلاقيه بيلبس ملابس تظهر هيبته وقوته وسلطته. اما الست فبتلبس ملابس تبرز جمالها وانوثتها، معروفة دي يعني.
تاني اختلاف هو العمل مقابل التواصل. الرجاله بيثبتوا ذاتهم وبيحققوا نفسهم من خلال العمل اللي من خلاله بيقدروا يثبتوا قوتهم وكفاءتهم وقدرتهم. انما الست بتحقق نفسها وبتثبت ذاتها من خلال التواصل. الست كائن اجتماعي، ما تقدرش تعيش لوحدها، دايما بتحب تتواصل مع الاخرين وتشاركهم مشاعرها، ودايما بتحب تساعد غيرها. عشان كده الرجاله وقت فراغهم بيهتموا برضو بالانشطه الخارجيه اللي هي بيثبتوا برضو من خلالها قوتهم وكفاءتهم. يعني دايما تلاقي الرجاله في وقت فراغهم بيلعبوا كوره، بيلعبوا مصارعه، بيلعبوا تنس، بيركبوا خيل، بيقضوها في السباحه. انما الستات في وقت فراغهم لا، الست في وقت فراغها بتروح تتمشى في الجناين، تتسوق في المولات، تقعد مع اصحابها في الكافيه، تقعد مع واحده جارتها ان شاء الله على السلم. المهم انها تكون في تواصل دايما مع الاخرين. ثالث اختلاف هو الحقائق والمعلومات مقابل المشاعر والاحاسيس. الرجاله زي ما قلنا ان هم بيؤمنوا بالحقائق والمعلومات والاشياء الحسيه الملموسه، انما الست بتؤمن بمشاعرها واحاسيسها. عشان كده الراجل دايما بيحب يجمع معلومات، يسمع اخبار الطقس، اخبار الرياضه، اخبار اليوم، اي حاجه فيها حقائق ومعلومات يقدر يجمعها. انما الست بتقرا كتب عن الحب والتواصل والعلاقات وعلم النفس. فالرجاله بيؤمنوا بالمدركات الحسيه، اما الستات بيؤمنوا بالمشاعر والاحاسيس زي ما قلنا. رابع اختلاف هو الاصلاح مقابل التحسين. الرجاله بيهتموا بالاصلاح وبالتكنولوجيا وبالتطوير، اما الست تهتم بتحسين كل شيء للاجمل وللافضل. عشان كده لو احنا قاعدين في اوضه فيها كرسي وترابيزه، فحضرتك مش محتاج حاجه اكتر من كده. عمرك ما هتفكر مثلا تجيب فازة ورد وتحطها على الترابيزه دي عشان تجمل المكان. لكن الست هتعمل كده من باب تجميل المكان وتحسين كل شيء للافضل، ولو ان والله وجودنا في المكان كفايه. انما بقى لو الكرسي رجليه اتكسرت، ايه اللي هيحصل؟ ايوه، ساعتها الراجل هو اللي هيتدخل وهيقوم بتصليح الكرسي ده، لانه زي ما قلنا بيهتم بايه؟ ايوه تمام، بالاصلاح. خامس اختلاف هو الاستقلال مقابل المشاركه. الراجل على كوكب المريخ كان كائن مستقل بيعيش بنفسه ولنفسه، اما الستات على كوكب الزهره لا، الستات كائن اجتماعي زي ما قلنا، بيحب التواصل وبيحب المشاركه. الست بتحب تشارك مشاعرها وبتحب تهتم بغيرها، لان كل واحده من الزهريات كانت بتهتم بنفسها وبالاخرين. سادس اختلاف هو الصمت مقابل الكلام. زي ما قلنا الراجل لما بيواجه مشكله او يحس بضغط او اكتئاب بيعمل ايه؟ ايوه تمام، بيروح ينعزل في كهف لوحده لحد ما يلاقي حل لمشكلته. طب ولو ما لقاش حل للمشكله دي، يروح يتكلم مع حد خبير، حد يقدر يحل له المشكله دي او على الاقل يوجه له نصيحه، لكن مش هيتكلم مع اي حد. انما الست لما بتحس بضغط او تواجه مشكله على طول بتجري لاقرب حد ليها، ام، صديقه، جاره، اخت، او ساعات كل دول برضو مع بعض، وتبدا تحكي لهم وتشاركهم في مشكلتها. ولما بتحتاج مساعده او دعم من حد بتطلبه عادي جدا، مفيش مشكله، لان كل واحده على كوكب الزهره كانت مسؤوله عن نفسها وعن الاخريات، فطبيعي جدا ان هي لما تحتاج حاجه تطلب مساعده او دعم. انما الرجاله اللي على كوكب المريخ ما بيحبوش يطلبوا المساعده والدعم من حد، لان ده معناه على كوكب المريخ عدم قدره وعدم كفاءه، وده اللي مش ممكن يقبله الراجل ابدا. انما الست ما عندهاش مشكله ابدا انها تطلب المساعده والدعم من اي حد، وخصوصا لو قريب منها، لان ده معناه ان هي حد محبوب وناجح اجتماعيا. سابع اختلاف هو تحقيق الاهداف مقابل تحقيق التواصل. الراجل بيشبع احتياجاته ويكون راضي عن نفسه عن طريق الانجاز وتحقيق الاهداف، عشان كده بيحبوا الكوره عشان بيجيبوا فيها جوان. اما الست بتشبع احتياجاتها وبتكون راضيه عن نفسها كل ما كان عندها قدره اكبر على التواصل والمشاركه مع الاخرين. دي الاختلافات اللي بين الرجاله والستات. طب يا ترى ايه هي الخلافات اللي ما بينهم؟ اقول لك يا سيدي. اول مشكله بتقابل الستات مع الرجاله هي مشكله الاستماع. الستات بيحبوا يتكلموا والرجاله مش بيسمعوا. لا، هم بيسمعوا بس للاسف بيسمعوا غلط، او ان هم بيزهقوا بسرعه. زي ما قلنا ان الستات بتحب تخرج مشاعرها وبتحب تشارك مشاعرها مع الاخرين. فالست اول ما بتحس ان هي متضايقه او عندها مشكله على طول بتحب ان هي تشارك مشاعرها دي مع اقرب حد ليها. فللاسف الراجل اول ما الست بتبدا تحكي، اما ان هو ما بيسمعهاش اصلا، او ان هو يسمعها شويه كده ويبدا يلبس بورنيطه الخبير ويبدا يديها في نصيحه او حل لمشكلتها. وده ليه؟ لان الراجل من اهل المريخ، ومن عادة أهل المريخ إن هو ما يتكلمش عن مشكلته إلا إذا كان محتاج نصيحة أو حل من شخص خبير. فعشان كده الست أول ما بتتكلم بيبدأ هو يفهم إن هي عايزة منه نصيحة أو عايزة حل لمشكلتها، يبدأ يسمعها شوية كده ويقول لها بصي يا ستي،
مشكلتك دي بسيطه خالص وانا احلها لك بصباع رجلي الصغير. ويبدا يقدم لها في حلول، ويبقى منشكح قوي كده بقى ومستني منها ان هي تقول له برافو، ايه ده مش معقول، انت ازاي كده. لكن للاسف بيتفاجئ ان هي متضايقه، فبيتصدم جدا من رد فعلها. الله، هي ايه اللي ضايقها؟ ده انا بحاول اساعدها. طب انا مش عارف اعمل لها ايه، مش عارف ارضيها ازاي، انا ما بقتش فاهمها. لا، الموضوع والله بسيط خالص، احنا تافهين قوي يا جماعه. هي مش طالبه من حضرتك حل للمشكله ولا طالبه منك مساعده. هي لو عايزه حل او مساعده هتطلب منك عادي جدا. ما انا قلت لك ان هي من الزهره. اهل الزهره ما عندهمش مشكله خالص في طلب المساعده والدعم من حد. فهي لو عايزه مساعده هتطلبها من حضرتك على طول. لكن هي بتحكي لك علشان عايزك تحس بيها، عايزك تتعاطف معاها، عايزك تطبطب عليها. فحضرتك اول ما هي تبدا تحكي لك في المشكله، يا ريت تسمعها باهتمام شويه، تديها رياكشنات كده انك انت مهتم وانك انت لسه سامعها، تطمنها من وقت للتاني انك انت لسه على تواصل معاها. ابدا بقى انفعل معاها شويه كده. ايه ده مش معقول، ازاي كده، لا اه يا حبيبتي، لا تعبتي خالص، لا ازاي. التفاعل ده بيخليها تحس انك انت فعلا معاها وانك انت متعاطف معاها وحاسس بيها. طب وبالنسبه لحل المشكله، لا مفيش مشكله خالص، احنا بنتعايش مع المشاكل وبنعيش معاها عادي جدا. احنا حضرتك لو صحينا الصبح كده وما لقيناش عندنا مشاكل، بنبعت نجيب من الجيران. روحي يا حبيبي لطنط كده شوف لنا عندها مشكلتين لحد ما بابا يجي. وبعدين مش احنا اللي بنحل المشاكل، المشاكل دي بتتحل من عند ربنا. احنا بس اهم حاجه ان احنا نشارك بعض كده ونحس ببعض ونتعاطف مع بعضينا، بس كده. وده فرق جوهري بين الرجاله والستات. الراجل بيحس بتحسن لما يحل المشكله، انما الست بتحس بتحسن لما تتكلم عن المشكله، تفضفض يعني. في المقابل، ايه اكبر مشكله بتواجه الرجاله مع الستات؟ اكبر مشكله بتواجه الراجل مع الست ان هو يحس ان الست بتقدم له نصيحه او بتوجهه حتى لو في حاجه عاديه جدا. يعني لو انتوا خارجين مع بعض في مشوار وبصيتي كده لقيتيه حسيتي ان هو تايه في المكان ومش عارف يوصل، فهتبدأ انت بكل براءة تقدمي له حلول ومقترحات، طبعا هي كانت تايهة عنه يعني. تبدأي تقولي له ايه ده، انت تهت، فتلاقيه راح باصص لك كده وصغير لك بعينيه. مش تسكتي بقى، لا طبعا. تبدأي تعلي. طيب ما تسأل حد. طب ايه رأيك لو تبص في الجي بي اس. طب ايه رأيك لو تتصل بحسام ابن عمك، هو عارف المنطقة هنا كويس، اسأله كده يقولك على المكان فين. تلاقيه بقى ساعتها راح داخل بيكي في شجرة عشان يخلص منك ومن حياته ومن حسام بالمرة. مين حسام ده اللي انا اسأله؟ هو حسام ده يعرف اكتر مني؟ لا طبعا. هو في اللحظة دي مش عايز من حضرتك نصيحة ولا اقتراحات هو اكيد عارفها، لا، هو عايز منك انك انت تثقي فيه وتعتمدي عليه وتحسسيه ان هو راجل يقدر يتصرف في اي موقف، وان انت معاه في امان ايا كان اللي حصل. هو مش زي حضرتك خالص. انا مش قلتلك ان هو من المريخ؟ هو لو عايز نصيحة من حد هيطلبها بنفسه، لكن بدل ما طلبش النصيحة يا ريت حضرتك تحتفظي بيها لنفسك. طب في الوقت ده تعملي ايه؟ اقولك، تقعدي جنبه ساكتة خالص وتديله كده من وقت للتاني نظرة ثقة واطمئنان. ابعتيله رسالة صامتة انك انتي بتثقي فيه، بتعتمدي عليه، انتي واثقة ان هو هيقدر يتصرف، انتي معاه في امان. وبس كده هتلاقيه هو هدى، قدر ان هو يتصرف. يا ريت تديله فرصة ان هو يقدر يثبت كفاءته وقدرته. حطي بين قوسين ان الراجل لا يتقبل النصيحة ما لم يطلبها، انما الست بتحب تغير الراجل من باب تحسين كل شيء للافضل. وده بيخلي الراجل يحس دايما ان هو محكوم او انك انت بتعامليه كطفل، وفي الحالتين ما بيكونش راضي ولا عن نفسه ولا عنك. شفنا ازاي ان هما مختلفين تماما؟ لا، دول كمان عكس بعض. يعني الست لما بتواجه مشكلة او تحس بضغط بتحب تتكلم عن المشكلة عشان تحصل على التعاطف مش الحل. لكن الراجل لما بيواجه مشكلة او بيحس بضغط بيعمل ايه؟ بيروح ينعزل في كهف لوحده. ودي مشكلة تانية، لان للأسف الست في الوقت ده بتحس ان هو سابها وانسحب من حياتها، لانه بيكون مشغول بحل المشكلة بنسبة 95% وبيتعامل معاها ب5% بس من عقله. وبتبدأ الست في الوقت دوت تكون مشاعر سلبية عن دخوله الكهف. هو مش بينعزل بمعنى ان هو بيروح يأجر له كهف، انتوا عارفين ايجارات الكهوف دلوقتي غليت قوي قد ايه. لكن هو بينعزل بمعنى ان هو بيشغل نفسه بأي حاجة تانية غيرها. يعني هتلاقيه في الوقت دوت بيتفرج على ماتش كورة، بيتفرج على التلفزيون، بيسمع الأخبار. لأن الراجل عشان ينسى مشكلته الأساسية بيحاول يشغل نفسه بمشاكل تانية صغيرة علشان بعديها ذهنه يصفى ويقدر إن هو يفكر في المشكلة الأساسية. لكن للأسف الست بيكون عندها مخاوف من دخول الراجل الكهف، لأنه لما دخل الكهف أول مرة شاف الكائنات اللي على الزهرة. مش بعيد دلوقتي لو دخل الكهف وزهق يطلع يتأمل تاني في الفضاء، يجيب لنا كائنات تانية من عطارد ولا من زحل، احنا مش ناقصين.
انما الست عشان تنسى مشكلتها تبدأ تفتح في مشاكل تانية كتير قوي، تبدأ تفكر في مشاكل فاتت ومشاكل جاية ومشاكل لسه هتحصل ومشاكل ما حصلتش ومشاكل كونية ومشاكل ملهاش حل أصلا، أو إن هي تروح تشغل نفسها بمشكلة أي حد تاني، لأن ده بيخليها تنسى الألم اللي هي حاسة بيه من المشكلة اللي هي بتواجهها. فالست بتحب تتكلم وتتكلم وتتكلم لحد ما تنسى. إنما أهل المريخ مش بيتكلموا عن مشكلتهم إلا لسببين. أول سبب إن هو يلوم الشخص، يعني الشخص ده هو السبب في المشكلة وعشان كده بيكلموا عنها وبيلوموا. تاني سبب إن هو يكون عايز نصيحة، وده طبعا من شخص خبير. فالست لما بتتكلم عن مشكلتها وهي منزعجة فالراجل بيفهم على طول إن هي بتلومه، لأن أهل المريخ بيتكلموا عن مشكلتهم إذا كان الشخص ده هو السبب في المشكلة، فهو بيحس إن هو السبب في المشكلة وبيبدأ إن هو يديها مبررات، او ان هو يبدا هو كمان يلومها ويقلب الترابيزه عليها، ودي عاده اصيله عند الرجاله كلهم ما شاء الله شاطرين قوي فيها. اما لو الست بتتكلم وهي اقل انزعاجا بيبدا بقى هو يفهم ان هي ايه، ايوه عايزه نصيحه، فيبدا يلبس برنيطه الخبير ويبدا يديها في نصايح، وده برضو غلط لان هي ما بتبقاش عايزه النصيحه الا اذا طلبتها، لان الست زي ما قلنا ما عندهاش مشكله خالص انها تطلب النصيحه او الدعم او المساعده. طب ايه رأيكم لو نخلي مشكلة كل واحد حل مشكلة الطرف التاني؟ ازاي الكلام ده؟ يعني الراجل علشان ينسى مشكلته الكبيرة بيبدأ يشغل نفسه بمشاكل تانية صغيرة. فايه رأيك لو تعتبرها هي مشكلتك الصغيرة؟ يعني بدل ما تقوم تتفرج على ماتش كورة او تتفرج على التلفزيون، لا، ابدأ اعتبرها هي التلفزيون يا سيدي، وخليها تتكلم عن مشكلتها وسيبها تفضفض وتخرج كل مشاعرها، وابدأ برضو كده اديها شوية تفاعل زي ما قلنا، وحسسها دايما وطمنها انك انت سامعها وانك متعاطف معاها، وكده هي هتحس بالتحسن بعد ما اتكلمت عن مشكلتها وحست بالتعاطف ده منك والتفاعل والاهتمام، هي خلاص كده مشكلتها انتهت. وأوعدك يا سيدي ان انت كمان ذهنك هيصفى وهتبدأ ترجع تفكر في مشكلتك الأساسية بهدوء تام. ما هي اكيد بعد ما اتكلمت كده تعبت من الكلام ودخلت تنام وهتسيبك في حالك. انعزل بقى براحتك وابدأ صفي ذهنك كده وابدأ فكر في حل في مشكلتك، وان شاء الله تتحل بمنتهى السهولة، وبكده انتوا الاتنين حلتوا مشكلتكم. انت سمعتها واهتميت بيها وهي ارتاحت، وانت كمان بدأت تنعزل وتصفي ذهنك وتفكر في مشكلتك الأساسية. وانت يا ستي لما تحسي ان هو عاوز ينعزل في كهفه وما عندوش طاقة ان هو يسمعك وحسيتي ان هو ذهنه مشتت، ما فيهاش حاجة في الحالة ديت انك انت تقفي عن الكلام شوية، وبلاش بقى المخاوف والافكار السلبيه اللي بتيجي في دماغك. هو مش هيروح في حته، ده منعزل هنا على الكهف اللي جنبك على الكنبه، مش رايح في حته، هو هينعزل شويه لحد ما يهدى ويحل مشكلته وبعد كده هيرجع لك. ممكن في الوقت ده تشغلي نفسك بحاجات تانية، يعني ممكن تخرجي مع اصحابك، تروحي لمامتك، حتى لو انت متضايقه وعايزه تتكلمي وحاسه ان هو مش قادر يتكلم معاكي ممكن تتكلمي مع حد تاني قريب منك، او انك انت ممكن تكتبي مشاعرك ومشكلتك ديت في ورقه وبعد كده ممكن تديها له، او انك انت على فكره بمجرد انك انت كتبتي او خرجتي مشاعرك دي ممكن تحسي بارتياح بعدها. وسيبيه هو شويه وبلاش تضغطي عليه، وهو لما يخرج من كهفه ويلاقي انك انت سعيده ومبسوطه وبتعملي حاجات تانية وانك انت مش متضايقه من دخوله الكهف، هو في الحاله دي هيبدا يعوضك عن الفتره اللي غاب فيها وهتلاقيه اكثر حبا وعطاء. ونصيحه، ما توقفيش سعادتك وحياتك عليه هو بس، لان ده هيضرك اكتر ما هينفعك وهيخليكي حساسه جدا من ناحيته. لكن دايما حاولي تحفزيه لمزيد من الحب والعطاء. حاولي دايما انك انت تسعدي نفسك بيه او من غيره، وحاولي دايما تحفزيه انه يحبك اكتر. ازاي بقى نحفز الراجل او الست لمزيد من الحب والعطاء؟ الراجل بيحس بالحب وبيحس بقوته لما يحس ان في حد دايما محتاج له، انما الست بتشعر بالحب وبتحس بقوتها لما تحس ان هي معززه وان في حد بيرعاها ومهتم بيها. الست من طبعها العطاء، لكن بالتدريج وشويه شويه بتبدا تحس انها بتدي اكتر بكتير من اللي بيتقدم لها، وده بيخليها تحس بالقهر والارهاق والتعب، ومع ذلك بتكون مضطره انها تستمر في عطائها ده لا عشان تفضل تحافظ عليه وعلى حبه ليها. لكن احساسها ده بيزول اذا شعرت بالتقدير والاحترام من الطرف الاخر، وان هو حاسس بتعبها وبمجهودها ومقدر عطائها واللي هي بتقدمه له، وده بيحفزها ان هي تقدر تدي اكتر واكتر واكتر. لان مبدأ المرأة على سطح الزهرة كان خسارة ربح، بمعنى ان الست ممكن تخسر وتيجي على نفسها وتضحي علشان تسعد غيرها، لكن مبدأ الراجل على سطح المريخ كان ربح وخسارة، لان الراجل زي ما قلنا كائن مستقل بيعيش بنفسه ولنفسه، فالرجالة دايما بيحبوا المنافسة. الراجل مش بس عايز يكسب، لا ده عايز الطرف اللي قدامه كمان يخسر. لكن لما وصلوا لسطح الزهرة وبما ان هم في حالة حب
فالراجل بدأ ان هو يطور مبدأه دوت من ربح خسارة لربح ربح، بمعنى ان الطرفين لازم يربحوا من العلاقة. لان مبدأ ربح خسارة ده للأسف بيخلي العلاقة كلها صراعات، وده بنشوفه كتير في مجتمعاتنا، لان دي غريزة عند الراجل، فالراجل دايما مهتم بنفسه بس. لكن سر بناء العلاقات السوية هو ان الطرفين يكسبوا ويربحوا من العلاقة. طب ازاي الاحتياج بيحفز الراجل لمزيد من الحب والعطاء؟ الراجل على سطح المريخ كان كائن مستقل بيعيش بنفسه ولنفسه، ودي حقيقة، دي غريزة جواه. لكن لما وصل لسطح الزهرة بدأ الزهرات يبعتوا لهم رسائل ان احنا محتاجينكم، محتاجين لحبكم، محتاجين لطاقتكم، محتاجين لقوتكم، انتوا هتملوا فراغ كبير قوي في كياننا. وده حفز الرجالة وشجعهم ان هم فعلا يتحملوا مسؤوليتهم ويرعوهم ويساندوهم. ودي الرسالة اللي بتوصلها كل أنثى في بداية علاقتها بالرجل، وهو بيفهمها وبيسخر كل قوته وإمكانياته في سبيل إسعادها. وطول ما الرسالة دي بتوصل وهو بيفهمها، ده بيشجعه ويحفزه إن هو يتغلب على مخاوفه من الارتباط وتحمل المسؤولية، وإن هو يفقد استقلاليته ويدخل القفص. لكن للأسف الست مع استمرار العلاقة بتهمل توصيل رسالة الاحتياج دي، وده بيخلي الراجل يحس إن وجوده زي عدمه، وإن هو مش فارق معاها، وهو أساسا داخل العلاقة دي عشان يبقى راجل في بيته، يلاقي نفسه بقى راجل على القهوة بس. الراجل لما كان على المريخ كان بيثبت نفسه ويحقق ذاته وتميزه ونجاحه الشخصي من خلال العمل ورعايته لنفسه وإثبات قدرته وكفاءته وقدراته. لكن لما وصل لسطح الزهرة ولأن هو في حالة حب، بدأ يطور مبدأه من ربح خسارة لربح ربح، بس لازم يكون في حافز، والحافز ده هو احتياجك ليه. لأنه لو ما قدرش يحقق ذاته ويثبت نجاحه وكفاءته وتميزه في العلاقة، هيبدأ يرتد لمبدأه القديم ويرجع لمبدأ الأنانية واهتمامه بنفسه فقط. وخلي بقى السترونج اندبندنت وومن تنفعك، ودي أمثلة بنلاقيها في المجتمع. يعني بصي كده للست المسهوكة الدلوعة اللي هي ما بتقدرش تعمل أي حاجة لوحدها، هتلاقي جوزها دايب فيها ودايما يعني متعاطف معاها وحاسس إن الست شايلة الدنيا على دماغها كلها، وهي في الحقيقة ما بتعملش أي حاجة. يعني هتلاقيها لو جايبة بيبي جديد، هو طول الليل قاعد سهران بالبيبي وهي نايمة، عشان يعني هي طول النهار قاعدة بيه، وهي أساسا طول النهار نايمة وسايبة البيبي والبيت كمان لأمها. انما بنلاقي واحده تانية داخله العلاقه وهي فاتحه صدرها كده، وانا جدعه والحاره كلها عارفه ان انا ست جدعه. دي بقى بنلاقي احساسها بالمسؤوليه عالي، وهتبقى تعبانه عيني ومش قادره تقف على رجلها، ومع ذلك واقفه بتحضر له غدا عشان الاستاذ لما يرجع من الشغل ما ينفعش ياكل اي حاجه كده من التلاجة، لازم يلاقي له لقمه حلوه. وتفضل طول النهار واقفه على رجلها، تروح وتشيل وتودي وتجيب، ومع ذلك دي اللي بيتقال لها هو انت بتعملي ايه طول النهار؟ او لو اشتكت هتلاقيه بيقول لها هو انت بتعملي ايه ازيد من اللي الستات بتعمله؟ ها قولي لي يعني، فهميني. واحيانا بنلاقي الست دي لو عندها قدره ماديه وارثه او بتشتغل، بتساهم في البيت، او ان هي كمان بتقف جنبه دايما في ازماته. لكن للاسف طريقتها وجدعنتها دي بتنمي احساس الانانيه عنده، وبتخليه مش شايف غير نفسه واحتياجاته وبس، لان دي اساسا غريزه عند الراجل، او ان هو مش بيبقى حاسس بكيانه ورجولته وتميزه بالنسبه لها. وفي الاخر بيروح يتجوز عليها، ونقول ده طلع قليل الاصل بعد ما وقفت جنبه سابها وراح يتجوز عليها، بينما مش دي الحقيقه. الحقيقه ان هو مش لاقي نفسه معاه ولا قادر ان هو يثبت رجولته وتميزه في العلاقه، فعشان كده هيدور على واحده يحس معاها بالاحاسيس دي، يحس ان هي محتاجاله وان هو بالنسبه لها اهم حاجه في الدنيا، ما تقدرش تستغنى عنه، هو الهيرو بتاعها اللي بيعمل لها كل حاجه، ما تقدرش تعيش من غيره. ولو ما عملش كده وفضل عايش معاكي، لانه يا عيني عليه شيكات وجمايل وما يقدرش يسيبك، في الحالة دي هتلاقيه شوية شوية بدأ ينعزل أكتر في كهفه، وبدأ يتحول لشخص سلبي وأناني، كأنه بالظبط مش موجود معاكي. لأن للأسف غريزة الراجل زي ما قلنا هي الأنانية، فالراجل محتاج إن هو يتعلم ويتدرب على العطاء، بينما الست غريزتها هي العطاء. فتمام كده؟ لا طبعا، الست كمان محتاجة إنها تتعلم وتتدرب إزاي تاخد قد اللي بتديه بالظبط، لأن الست لما بتحس إنها بتدي أكتر بكتير من اللي هو بيقدمه لها، بيجي عليها وقت وتحس بالتعب وتحس ان ده مش عدل، وتبدا تلوم شريكها. لكن في الحقيقه هي لازم تلوم نفسها، لان هي اللي ما حطتش حدود لعطائها، في حين ان الراجل اللي عطاه اقل كتير من الست، لما الست بتتعب وتبدا تقلل في عطائها، هو بيبدا يحس بتقصيرها ويبدا يلومها على ده، بينما هو برضه لازم يلوم نفسه، لان هو بسلبيته اللي وصلها لكده. وفي الحالتين اللوم مش هيفيد، لكن الحل من البدايه هو وضع الحدود، وخصوصا من جهه المراه. من الاول ابداي اظبطي مقدار عطائك على قد اللي هيقدر هو يقدمه لك، عشان تفضلي دايما حاسه بالرضا عن العلاقه. يعني مثلا لو زوجك عصبي وانت شايفه ان من واجبك انك انت تستحمليه، بتستحمليه مره واثنين وثلاثه،
وهو من ناحيته مش هيأثر وهيسوق فيها، وهيبدأ دايما تلاقيه على الأقل أتفه حاجة بيزعق وبيصرخ. ما هو ايه المشكلة؟ أنا عصبي وهي بتستحملني. المشكلة إن مع الوقت طاقتك هتخلص وهتبدأي تحسي بعدم التقدير والاحترام، ومش هتقدري تتقبلي تاني عصبيته دي، ولا هتقدري تتقبليه هو شخصيا. فبدل ما نوصل للنقطة دي من الأول نحط حدود للتصرفات الغير مقبولة، وكذلك لمقدار اللي تقدري تقدميه مقابل اللي هو هيقدر يقدمهولك، وإلا هتكوني انت كمان ساهمتي في المشكلة، وساعتها مش هيكون اللوم عليه هو لوحده، لكن انت كمان هتكوني مسؤولة زيه بالظبط. لكن للأسف الست مش بيبقى أبدا من السهل عليها إن هي بعد ما تعتمد عليك تحس بالتجاهل من ناحيتك. الإحساس ده بيكون مؤلم جدا ليها، عشان كده بتفضل إن هي تتنازل عن جزء كبير من احتياجاتها مقابل إن هي ما تحسش بالإحساس ده، في حين إن الراجل بيفهم تنازلها عن احتياجاتها ده إنه عدم ثقة فيه، وإن هو مش الشخص اللي هي تقدر تعتمد عليه، وبيكون حاسس في الوقت ده إن هو مرفوض. لأن الراجل بيتحمس ويتحفز جدا لما يحس إنك انت محتاجاله، وإنه جزء مهم ومؤثر في حياتك، وإنك انت ما تقدريش تستغني عنه، وإنك دايما واثقة فيه وبتعتمدي عليه. وغير كده حماسه بيقل بالتدريج لحد ما يختفي خالص ويتحول لشخص سلبي وجوده فعلا زي عدم. وبكده بقى بتكون باظت خالص. لكن كمان احساس الراجل او الست بالرفض مش بيكون للاسف وليد اللحظه، لكن للتنشئه والطفوله دور مهم جدا فيه. فالست اللي بتنشأ في بيت بتلاقي فيه تقبل واحترام من جهه الاب لطلبات الام واحتياجاتها، ده بيخليها تكبر وهي شايفه انها تستحق الحب والتقدير، وانها تستحق انها تاخد مقابل اللي هي بتمنحه. وكذلك الراجل اللي بيكبر وهو شايف تقبل من امه لابوه في اوقات تقصيره او في اوقات ازماته، بيكبر وهو شايف ان هو حد محبوب ويستحق الثقة. لو انت معانا لحد دلوقتي فاتمنى المحتوى بتاعنا يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة. ولو عايز تعرف اكتر عن اللغات المختلفة اللي بيتكلمها اهل المريخ واهل الزهرة، وايه هي لغة التواصل اللي ما بينهم، وكمان ايه هي الغرائز والاحتياجات اللي بتحرك الراجل والست، وازاي كل طرف يقدر يتعامل معاها، والمجادلات اللي بين الطرفين وازاي نتجنبها، وحل المشاكل كتير بتواجهنا، يا ريت تتابعونا الحلقة الجاية في نفس الميعاد، ونشوفكم على خير.